اقسم بالله يا عمي والله مش عارفه ابكي او اضحك ولا شو. يا عمي شفتوا امبارح انا ليه ما فرحت بتعادل ريال مدريد؟ شفتوا ليه ما شمتت بريال مدريد امبارح؟ انه انا عارفه شو ناطرني، عارفه الهبل اللي حيعملوه برشلونه. كل فريق بيتعلم من غلطه الا برشلونه بيتهبلوا. انسوا الاستحواذ وانسوا اليوم انه ليجانيس ما شاء الله تبارك الرحمن كانوا دفاع ايطالي، يعني مالديني از براود حبيبي، كثير فخور فيكم مالديني. 20 شوطه 20 شوطه اليوم يا عمي، ولا واحده صح، ولا شوطه صح، لا تمريره صح، لا اداء صح، لا حظ، حتى الحظ واقف ضدنا اليوم. انتوا شو جايين اليوم تعملوا يا برشلونه؟ شو جايين تعملوا غير تطلعوا لنا ضغطنا وتعملوا لنا جلطات قلبيه ودماغيه؟ هيك بعد كل تعادل وخساره لريال مدريد بدكم تعملوا؟ ليه ما بتستغلوا الفرصه يا اخي؟ ليش يا عمي ربحتوا الكلاسيكو وقلتوا السلام عليكم؟ بدكم تفوزوا بالدوري ولا كيف؟ يا عم حد يفهمنا انتوا كيف بدكم تنافسوا على الدوري؟ انتوا عم تنافسوا ريال مدريد لحالها، هلا ريال مدريد واتلتيكو مدريد. كفايه يا عم كفايه، ارحموني. حاجه تتهبلوا ولك حاجه تتهبلوا. لا مستحيل، اللي قاعد يصير في الدوري الاسباني هو جنون حرفيا. تخيل انه برشلونه وريال مدريد اللي تصارعون على صداره الدوري كلا الفريقين بيفقدون الصداره. لمين؟ لنادي اتلتيكو مدريد، لانه بعد فوز اتلتيكو مدريد بنتيجه 1-0 وتعادل ريال مدريد من رايفو كانوا بالتعادل، والخساره الصادمه من برشلونه من ليغانيس، اتلتيكو مدريد عادل برشلونه بعدد النقاط. بس دقيقه، كيف برشلونه خسر من ليغانيس؟ برشلونه خسر من ليغانيس صاحب المركز 15 في الدوري، وخسر من ليغانيس في ارضه لاول مره في تاريخه. والصدمه الكبرى رغم الهجوم الكاسح اللي يمتلكه برشلونه في خط الهجوم، الا انه لا ليفاندوسكي ولا لامين يامال ولا رافينيا ولا اولمو ولا اي لاعب في برشلونه قدر انه يسجل التعادل، رغم انه ليغانيس تقدم على برشلونه في اول 4 دقائق في المباراه. يعني 86 دقيقه لم يستطع برشلونه تسجيل على ليغانيس. ولكن هذه نهايه الكرم، برشلونه يعزم ريال مدريد على الدوري وريال مدريد يعزم برشلونه على الدوري، والفائز في هذه العزيمه هو اتلتيكو مدريد، لان المباراه القادمه لاتلتيكو مدريد ضد برشلونه، فاذا فاز اتلتيكو مدريد على برشلونه سيتصدر الدوري رسميا.